تاع الاوفياء اليوم غنفضحوا وغادي يعني نكشفوا واحد الشاهد اللي اول شخص توصل لكنزه، وكان الليله اللي كنزه داوها عند المشغله. يعني كان هذا الشاهد هذا هو اللي الان تكلم عليه المحامي ديال كنزه، وغيأديه غرامه ماليه قدرها 2000 درهم. وهذا الشاهد متابع الاوفياء اللي حضر في الجلسه الاولى وكانت الشهاده ديالو على الحق، ولكن في الجلسات الاخيره بدا يتراوغ في الكلام، وفي الاخير ما حضرش في الجلسه. اذا هذا الشاهد متابع الاوفياء غادي نكشفوه. واش هذا الشاهد انه خدا يعني مبلغ مالي على قبل انه ما يحضرش؟ واش هذا الشاهد انه كان كيتهدد؟ اذا حلقتنا اليوم غنتكلموا على مول الحانوت. هذا مول الحانوت متابع الاوفياء اللي توصل يعني بغرامه ماليه قدرها 2000 درهم. وغادي نتكلموا كذلك على يعني الاسباب والمسببات ديال هاد القضيه. اذا متابع الاوفياء عدد كثير ديال المغاربه الحمد لله يعني تضامنوا مع كنزه وبينوا الحقيقه ديال كنزه. وراه كنشكر كذلك حتى جميع القنوات اللي كانوا حاضرين وبينوا يعني الكنزه باننا احنا الا تمس فينا واحد تمس فينا كاملين، وهادو هما المغاربه الاحرار لانهم كيبينوا حق المظلوم. وحنا كنتكلموا حتى وعدناكم باننا حق كنزه غيبان، والمشغله والزوج ديالها اللي كانوا كيظلموا كنزه اكيد انهم ينالوا العقاب ديالهم، لانهم حنا ما ظلمناهمش ولكن هما اللي ظلموا راسهم. حنا شفنا متابعين اوفياء ان الخرجات ديال الام ديالها يعني كاين تراجع كبير في الاقوال ديالها ما بين الخرجات الاولى والخرجات الاخيره. يعني كان واحد المراوغات في الكلام. حنا بحكم اننا عارف الام يعني جمعويه والى اخره، ف عرفنا باي ام انها غتعطي العاطفه لبنتها والزوج ديالها. فلهذا متابع الاوفياء اننا اليوم كنتفاجئوا بفقدان الشهود اللي كانوا كيحضروا من قبل. وهاد الشهود متابع الاوفياء اللي اول شخص كان حاضر اللي كان انه كان وسيطه في العمل ديال كنزه الى المشغله هو مول الحانوت. يعني رجعنا للوراء انه مول الحانوت كان هو الوسيطه الاولى. ومول الحانوت متابع الاوفياء قبل هذه الجلسه اللي ما كانش حاضر فيها الان يعني كان كيتراوغ في الكلام ديالو، راه كان كيقول ان كنزه كانت كتجي عندي بخير وعلى خير، وكنزه راه ما كانتش في الوعي ديالها. يعني هذا السيد هذا كان كيتناقض في الكلام ديالو. فمؤخرا متابع الاوفياء ما حضرش الجلسه الاخيره واللي تكلم عليها المحامي ديال كنزه استاذ يزيدي، وكيكشف بانه هاد الناس انهم تم عليهم يعني غرامه ماليه قدرها 2000 درهم. لا حول ولا قوه الا بالله. واش ما عرفوش بان شهاده الزور راه من اصعب الشرك بالله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهاد الناس واش ما في قلبهم الشفقه ولا رحمه بان كيشوفوا كنزه ما زال في تاثير بسبب الضرب، وسبب احنا راه شفنا اليد ديالها ما زال مهرسه وما زال دايرها يعني تبع الطبيب ديالها. وهما هاد الناس كاين اللي كيبغي يتاجر، كاين اللي شاهد شهاده الزور، كاين اللي واخد انه مبلغ ما قدرش يشهد بشهاده حق. هاد الناس هادو واش ما في قلبهمش الرحمه؟ ولكن الحمد لله راه معداهم واقفين مغاربه داخل ولا خارج ارض الوطن. راه الحمد لله الحقيقه ديال كنزه راه ظهرات، وحنا شفنا النتيجه. شفنا النتيجه ديال الام كيفاش كتعترف، وشفنا النتيجه ديال يعني ديال المشغله والزوج ديالها امام المحكمه كيفاش رجعوا. يعني هذا كيبقى عبره لهذوك الناس اللي كيحاولوا انهم يشتغلوا ببلاد الناس وكيعذبوهم هذا العذاب هذا. يعني احنا الحمد لله كنبينوا للمغاربه راه اي واحد في هذه الدوله الحبيبه راه ما يتظلمش، واللي تظلم اكيد انه ياخذ الحق ديالو. فلهذا اننا كنشكو العدد كثير ديال القنوات والاصدقاء اللي هما الصحافه
اللي حاولوا انهم ينقلوا الخبر ديال كنزه. وواحد الشكر الجزيل كذلك لصاحب السيارات، سائق السياره مول طاكسي، واللي تعرض كذلك للتهديد. راه حنا دائما كنواعدوك وكنقولوا لك راه حنا نبقاو واقفين معاك، وراه اللي مسك انت راه حنا مسنا حنا كاملين. اذا خوتي المغاربه، شنو غادي نقولوا لهاد الناس اللي تراجعوا او لهاد الشهود اللي تراجعوا عن شهاده حق؟ بغيت عدد كثير ديال الناس انهم يوصل لهم الميساج، لانهم هما راه كيستمعوا لي، وراه دائما كيقولوا لي اخ نزار راه حنا يعني ولينا خايفين على الوليدات ديالنا. راه واش اللي كيتكلم عن الحق كيخاف على ولادو؟ تكلم عن الحق، ولا توفيتي توفى عن حق، لان الحق راه كيحبوا العباد الله سبحانه وتعالى. فلهذا اننا دائما كنقولوا راه مول الحق دائما كيتنصر، ومول الحق دائما الحق ديالو كيبان. وراه كنزه الا تمست كنزه راه تمسينا كاملين، وكنبقاو دائما واقفين مع الحق. اذا المتابعين الاوفياء في هذا الغياب الطويل، فاكيد انني كنت يعني نتبع قضيه كنزه في جميع الاماكن، وشفت واحد يعني ولا واحد التخلويض في هذه القضيه هذه بالنسبه لبعض الاطراف في العائله، انهم ولاو كيقلبوا غير على الدين بهذا اللهجه هذه. ولاو كيقلبوا غير على الدين، وكيمشيو عند كنزه وبداو يعني يرطبوا ليها في القلب ديالها، لا غير سامحي ليهم انت راكي واحد البنت ظريفه، وراه ما بغيناش. علاش حنايا علاش لي ما نحسوش بهذيك السيده؟ علاش لي ما هي حتى هي تاخذ الحق ديالها؟ وعلاش لي ما تخليش العبره لعدد كثير ديال يعني المشغلات اللي كيضربوا الخادمات ديالهم؟ علاش ما نخليوش هاد الناس انهم ينالوا الجزاء ديالهم باش يبقى عبره؟ لانه قضيه كنزه راه ما بقاتش قضيه وحده، ولات قضيه راي عام، وراه دائما كنقول راه اللي مشى عند كنزه وبدا انه كيلحن ليها وكيقول ليها لا راه خصك تنازلي، وراه خصك تسامحي، ولا خصك، فاكيد انه غتكون مسطره قانونيه في حق هاد الناس اللي كيجيو يشوشوا على كنزه. اكيد انهم متابعين اوفياء، وراه غادي نتكلموا على بعض واحد المقاطع فيديوهات اللي حاولوا انهم بعض الاطراف يشجروا كنزه وماشي من حقهم. اكيد اللي اكيد انه كان تاثير على كنزه والام ديالها. فاكيد اننا غندير لهم حلقه. كنشكركم متابعين الاوفياء على حسن تتبعكم. معكم نزار اشدي، دائما ينقل لكم كل ما هو جديد. والله يهدي دائما دوك الشهود، الله يهديهم، لانهم راه يعني شهاده الزور راه تتبقى مكتوبه عليك حتى يوم الاخره. كنشكركم متابعين الاوفياء.